السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. في يوم من الأيام سعاد كانت واقفة في المطبخ بتطبخ كرومب لجوزها، لكن جوزها شاكر بيدخل المطبخ ويقول لها فلسعي من هنا يا ولية، لكنها مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده كرومب. بس فجأة بيرزع لها وردة في كتفها ويلوشها بالآلاف في وشها. بس الموضوع ما انتهاش عند كده، لأنه بيروح لها ويقول لها اللي عليا تقيل يا سعاد، مش أنا اللي بعمل كده، ويعمل منها مصفى تيفال. وكل ده بيحصل وبنتهم ميسة محبوسة في اوضتها بقالها شهور ما شافتش النور. وبنسمع في الراديو ان الشرطة قبضت عليه، ورغم انكاره ان مش هو اللي قتلها وانه كان تحت رحمة القاتل محرك العرايس، لكن طبعا محدش بيصدقه واتحكم عليه بالاعدام. وفي الحاضر بعد ما ميسة كبرت وقاعدة مع صاحبتها شيماء، بنعرف ان هي بتحاول تهرب من ماضيها الملوث ده، لان ابوها قاتل ما عندوش رحمة. بعد ما سمعت فيديو عن الاحداث لان ميعاد الاعدام قرب خلاص، ودايما ميسة بتهرش في جرح ايديها القديم. لكن شيماء دورت في الموضوع وعرفت ان الشرطة لقت كتب شيطانية ليلة ما قبضوا على ابو ميسة. بس ميسة مش مهتمة تعرف حاجة اصلا عن ابوها. وفي الكلية بنتعرف على اصحابها شكروت وسهى وحبيب ميسة هاني، وخلاص قربوا ياخدوا الاجازة وبيجهزوا لحفلة تخينة. لكن البت ميسة على طول سرحانة في ملكوت، ولان ابوها قاتل شيماء لسه قلقانة لا تكون البت ميسة ورثت جينات القتل منه، وبتدور في موضوع ابوها ده، وبتعرف ان خلاص ابو ميسة هيتعدم اخر الاسبوع ده. ودايما الكوابيس بتطارد البت ميسة عن ليلة الحادث، ودايما بتمشي وهي نايمة وبترسم رمز مكون من 3 زنابيق على الحيطة بدمها، ودايما الرمز بيطاردها في احلامها وكأنه قتل. وفجأة بتلاحظ ميسة انها مطرح ما بتحط رجليها بتلاقي حواليها مجموعة غربان. واثناء ما ميسة قاعدة في اوضتها جاست تشيلينج كده، بتسمع صوت رسائل بترخ على لابتوب شيماء، فبدافع الفضول بتقوم دموع وبتتصدم لما بتشوف فيديوهات ليها وهي ماشية وهي نايمة، وشيماء بتصورها وكأنه فيلم وثائقي وبتمشي وراها كمان. لكن بتدخل شيماء فجأة، ولما بتعاتبها ميسة بتقولها شيماء شوف مين اللي بيتكلم، انت اللي بتفتشي في لابتوبي صحيح، تكلم قصة الهيك وتجيب اللي فيها فيه. وبتحاول توضح لها شيماء ان ابوها قاتل مجنون ومن منطقي ان هي توثق كل حاجه. وبتقول لها يا بنت انا كنت جنبك في كل مره علشان اطمن عليك، انت اللي في القلب يا بنت، كمان محدش يعرف حاجه عن سرنا ده سر بينا يا كلبي. وبيحتفلوا فعلا فوق السطوح وكلهم مستمتعين والجلاله واخداهم. لكن بعد ما سكر شكروت اتكلم على ابو ميسة واتكلم عن مشيها وهي نايمه، وده طبعا صدم ميسة لانه ما طلعش سر بينهم ولا حاجه. وبتحاول شيماء تبربر ده بانها ده مجرد حسن نية، لكن ميسة جايبة اخرها. بس فجأة البت شيماء بتتمسمر في مكانها وتقول لهم الحقوني انا مش عارفة اتحرك الحقوني، لكنهم مستغربين ومش عارفين هي صادقة ولا كدابة. لكن فجأة بتتحرك بظهرها وترمي نفسها من فوق السطوح وتموت وسط دهشة ورعب الجميع. لكن اثناء التحقيق ميسة حاسة بالذنب وكأن شيماء كانت بتلومها على اللي بيحصل لها، وحاسة بالخوف من ميسة. واثناء ما هي مروحة على البيت بتشوف مجموعة غربان بيطاردوها، ولما بتروح الغربان بتبدأ تخبط نفسها في الشباك وسط رعب ميسة. ولأنها مش بترد على أصحابها بيروح هاني علشان يطمن عليها ويخبط على الباب، لكنها مش بترد وبيقرر يقعد على الباب لحد ما نام. صحيح الحب بهدلة، لكن في صوت خبط بيصحيه من النوم وبيلاقي باب الشقة مفتوح، وبيطلع على السطوح بيلاقي ميسة على وشك انها ترمي نفسها لكنه بيلحقها. ولما بتروح لهم مامة شيماء علشان تعزمهم على الجنازة بيعرفوا ان هي كانت بتروح لست روحانية اسمها الروبي، والست دي بتتصل بمامة شيماء وتطلب تكلم ميسة وتطلب منها انها تروح لها حالا، ولانها الوحيدة اللي ممكن تفهمهم اللي حصل لشيماء بيروحوا لروبي. لكن روبي بتجتمع معاهم من غير ميسة، وهنا الصدمة وقالت لهم ان شيماء كانت بتجيلها لان قلب امها كانت خايفة من ميسة. وفي الاثناء بتلاقي ميسة كتاب جماعة دبور وعليه نفس الرمز اللي هي بترسمه. وفي اللحظة دي بتظهر روبي علشان يعملوا جلسة استحضار لروح مامتها سعاد، لان اكيد عندها اجوبة على اللي بيحصل ده. لكن في روح بتلبس روبي وتكتب انا اللي قتلت شيماء، وبتفط فيها ميسة وتقول لها دي مش روح امي، انت استدعيتي مين يا ولاي؟ وروبي بتتلبس تاني وتكتب انا ميسة، وده بيأكد شكوك ميسة وبتسيبها وتخرج. وهاني هو الوحيد اللي مصدق فعلا روبي، اكيد في حاجة لابسة ميسة وقتلت شيماء لانها بقت مشكلة بالنسبة لها. واثناء ما سهى بتقلب في لابتوب البيت شيماء بتكتشف ان كتاب جماعة دبورة كان السبب اصلا في ان شيماء تروح لروبي.
وفي اللحظة دي بتبدأ ميسة تمشي تاني وهي نايمة، لكن الموضوع مختلف شوية وصحابها بيراقبوها عن بعد وبيسمعوها بتهمس شيماء ماتت. وبتروح سهى لروبي علشان تاخد منها الكتاب، لكن بتحذرها روبي ان ميسة تعرف ان معاها الكتاب، وبعدها بتبعت لهاني وشكروت علشان يجتمعوا ويلاقوا حل للغز ده، لكن شكروت بيتجاهل رسالتها لانه في الجيم، اما هاني قاعد اصلا مع ميسة. بالتالي بتبدأ سهى تدور بنفسها جوه مكتبة بالليل ولوحدها تماما، يا ريت مامتها كانت جابت فرخ. وبتلاقي في الكتاب طقوس استدعاء شيطان لعين لعالم البشر، واي حد بيشكل خطر على الشيطان ده بيكون تحت رحمته بشكل كامل. وده طبعا بيرعب سهى وبتتصل بروبي، لكن بعد فوات الاوان لانها بتفقد السيطرة تماما وبتقع السجارة من بقها على الكتاب وتبدأ تغز نفسها بالقلم، وبيتشوشو وشها ببطء على نار الكتاب لحد ما بقت جوسي من جوه. بس في الأثناء شكروت وهو في الجيم الشيطان بيسيطر عليه ويقول له زود الأحمال يا شكروت ما يهمكش، والمسكين بيرفع الحديدة لكنها أتقل ما يكون وبتنزل على بقه وتشكرت راسه. وبياخد هاني ميسة علشان تزور أبوها، ولما بتروح لأبوها بيتضح إن الرمز بيعبر عنهم هما التلاتة، هي وأبوها وأمها، لأنهم عملوا صفقة مع الشيطان عشان يدخل جوه جسم امها او جسم ابوها، لكن الشيطان كان ماكرا وخدعهم ودخل جوه بنتهم، وهي بنتهم هي اللي خلته يقتل امها ويدخل السجن، واي حد هيقرب منها هيموت لانها الشيطان نفسه. واثناء ما هم في الطريق بيحاول هاني يواسيها، لكن الشيطان بيمنعه يقرب منها. وبتجيله مكالمه من الشرطه بتقول له ان اصحابه ماتوا، وده بيصدم ميسة تماما وبتطلب منه ان هو يبعد عنها علشان ما يتلطش ويموت. ويبدا الاكتئاب يسيطر على ميسة تماما وبتحاول تخلص نفسها من بؤسها، لكن العربيات بتقف في مكانها علشان تعدي بسلام، وبتطلع على جسر علشان تنط. وبيوصل هاني لكن بيشوف الروح بتمنعها من الموت، وبياخدها على روبي علشان تساعدها، لكن روبي مرعوبة اصلا بعد ما سمعت اللي حصل، وبتخاف من ان الشيطان دبورة لو لمحها هيمرجعها. بتقول لهم والنبي انا كنت بكدب عليكم، وبترجع لهم فلوسهم اللي دفعوه. بتقول لهم ما كانش ينعز يا حبايبي، يلا وروني عرض كتافكم. وخلاص مفيش مفر، هم لوحدهم دلوقتي. بس روبي بتتصل بحسام قائد الشرطه وتقول له على اللي بيحصل، لكن فجاه الشيطان بيوقف العربيه وبيسال هاني هي روبي حكمتك ايه، وبتبدا تخليه يكسر صوابعينه وتجبره ان هو يقرا اللي مكتوب واللي كتبته روبي ابعدها عن الناس وهتصل بيك بعدين، اوعى يا ولا تخليها تعرف انك عرفت حاجه. وبيقول لها والنعمة يا ميسة ما كنت أعرف. والشيطان بيخليه يخبط دماغه في الدركسيون لحد ما بقت بسكويت باللبن بعد ما تحطه في الخلاط. وبتروح ميسة الفاقدة للشغف لاسم الشرطة وبتدخل على الشرطة تقول له إنها قتلت ناس كتيرة جدا وبتأمره يقتلها، لكن بدل ما يفرفرها بيفرفر نفسه. وبيتلم عليها أفراد الشرطة وبتفرح خلاص إنها أخيرا هتخلص من بؤسها، لكن للأسف بيفرفروا نفسهم. لكن فجأة بيصعقها حسام وياخدها روبي، لأن طول ما هي فاقدة للوعي الشيطان هيفضل هادي. بس حسام بيسأل روبي ليه ما نفرفرهاش دلوقتي ونخلص، لكن روبي بتحذره لأن الشيطان مش هيسمح بده. بالتالي مفيش غير إن هم يلاقوا جسم تاني للشيطان. وبتحاول توصل لميسة عن طريق قلم وورقة، وبتكتب فعلا إن عندها خطة إنها تنقل الشيطان لأبوها لأن دي كانت رغبته من البداية. وفي اليوم اللي بعده بتروح بيها على أبوها اللي هيتعدم خلاص النهاردة، وبتقابل أبوها وبتقول له الشيطان راقد دلوقتي، وبتطلب منه إن هو ياخد الشيطان معاه باي. وبيوافق أبوها على الفور لأنها بنته وبيحبها، وبيمسكوا إيد بعض ويبدأوا الطقوس بمساعدة روبي. وأثناء ما هما بيشاهدوا إعدام شاكر بيضحك وكأن الشيطان جواه فعلا، وبيسيطر على عشماوي ويمسمره في مكانه مش قادر يضرب الحقن المميت، لكن في لحظة بيفقد السيطرة وعشماوي بيديهاله ويموت شاكر. وبتنجح خطة روبي فعلا، بس بنكتشف إن ميسة بتدينا ضحكة متقطعة شريرة وينتهي الفيلم. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنساش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصف. ادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس الاهم من كل ده ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو ليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.